الآن سؤال الأولمبياد. إكس أس نص ناقص إكس أس 1/3 على 4 يساوي 1. أوجد قيمة إكس. سؤال الأولمبياد حلو، فكرته حلوة. الفكرة هون راح أنا أضرب وأقسم على 3، وهون أضرب وأقسم على 2. تمام، نبدأ. بسم الله. إكس أس 3/6. تمام، 3/6 ناقص إكس أس، هون قلنا نضرب ب2 ونقسم على 2، بصير عندي 2/6، صح؟ لأنه تضرب 2 كم؟ 6. طيب يساوي كم؟ يساوي 1. طبعا على كم؟ على 4، هاي ما ننساها. تمام. طيب شو فيني يساوي هلا؟ عندي قاعدة بالقوة هي إكس أس A B تساوي إكس أس A والتساوي إكس أس A والكل أس B. تمام، هي معلومة بنعرفها. طيب راح نطبقها على هذا التمرين. عندي إكس أس، طبعا هون فينا نكتب 3 ضرب 1/6، صح؟ ناقص إكس أس كمان فينا نكتب 2/1/6. حلو، يساوي كم؟ 1. طبعا الكل على كم؟ على 4. ممتاز، ممتاز جدا. طيب شو فيني يساوي هلا طبق القاعدة هاي. تمام. طيب شو بساوي؟ عندي إكس أس 1/6 والكل أس 3. تمام، ناقص إكس أس 1/6 والكل تربيع. طبعا أكيد الكل على 4. تمام. طيب يساوي كم؟ يساوي 1. طيب هي الإكس أس 1/6 أكيد راح نفرضها متغير. إيه اللي بدكم إياه؟ شو راح نفرضه؟ راح نفرضه تي تساوي إكس أس 1/6 للتبسيط فقط. طيب شو بصير عندي؟ بيصير عندي تي مكعب ناقص تي مربع على 4 يساوي 1. ممتاز، ممتاز. طيب شو فيني يساوي هون؟ راح أضرب الطرفين ب4 عشان أروح ال4 اللي بالمقام. طيب أنا بدي أسعى إني وصل لمعادلة أعرف أحلها. هون أول شي ما كانت واضحة عندي أبدا المعادلة. أول شي عندي الأس في كسور وعندي كسر. تمام، فصعب عندي جدا إني أحل هاي المعادلة مباشرة. أنا بسطتها تبسيط لحد هون. طيب بنكمل. عندي تي تكعيب، قلنا إنه نضرب الطرفين ب4. تي تكعيب ناقص تي تربيع يساوي كم؟ 4، لأنه هون 4 مع 4 راحت، وهون 1 ضرب 4 كم بيساوي؟ 1 ضرب 4 يساوي 4. طيب هلا التي تربيع فيني أكتبها غير تي تكعيب، فيني أكتبها ناقص 2 تي تربيع زائد تي تربيع، والأربعة هون راح أنقلها على الطرف الثاني. شو بصير عندي؟ ناقص 4 بيساوي كم؟ 0. ممتاز، ممتاز. هلا قربنا على الحد. طيب شو بساوي هون؟ هون عندي تي تكعيب ناقص 2 تي تربيع. طبعا هي من وين جبناها؟ انه ناقص تي تربيع هي ناقص 2 تي تربيع زائد تي تربيع، بيطلع عندي ناقص تي تربيع. تمام، بحق لنا بالرياضيات اي خطوة منطقية بحق لنا نساويها. تمام، وبالحياة كمان. طيب شو فيني اساوي هون؟ هون فيني اخرج تي تربيع. شو بضل عندي؟ تي ناقص 2 زائد، هلا هاي كمان عندي قاعدة إلها تي تربيع ناقص 4. شو هي القاعدة؟ عندي A مربع ناقص B مربع يساوي، هي مطابقة كنا بنعرفها، A ناقص B و A زائد B. ممتاز، راح نطبقها. طبعا هون التربيع هي 4، شو بتصير هاي 4؟
هي تي تربيع. خلونا نسويها فكرة. يمكن في طلاب عم تتابعنا ما بتعرف شو عم نساوي. هي تي تربيع ناقص الأربعة بتصير 2 أس 2. تمام، عشان نطبق هي القاعدة. طيب عندي برجع اكتبها، هي تي تربيع تي ناقص 2 زائد تي ناقص 2 وتي زائد 2 شو بيساوي؟ الصفر. ممتاز. طيب شو بساوي هلا بخرج تي ناقص 2 عامل مشترك. تمام. طيب راح اخرج انا تي ناقص 2 عامل مشترك. شو بضل عندي؟ بضل عندي تي مربع زائد تي زائد 2 بيساوي الصفر. تمام. تمام. طيب هلا هي عندي قوسين بيساوي الصفر، اما الاول يساوي الصفر او الثاني يساوي الصفر. معناته اما تي ناقص 2 تساوي الصفر، هذا يؤدي انه تي تساوي 2. ممتاز. طيب التي كم فرضناها؟ التي فرضناها اكس اس 1/6، صح؟ 1/6 شو بيساوي؟ 2. تمام. طيب أنا راح أرفع الطرفين قوة 6 عشان تروح 6 مع 6. تمام. إكس أس 1/6 أس 6 يساوي 2 أس 6. ممتاز. طيب يؤدي، خلونا نكتب هون، يؤدي شو بيؤدي؟ إنه 6 مع 6 راح تروح. تمام، لأنه فينا نضرب هون، يصير هون 6 ضرب 1/6، 6 مع 6 تروح، يضل عندي شو؟ إكس. تمام، يساوي 2 أس 6. كم قيمتها 2 أس 6؟ 2 أس 6 هي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 6 مرات. تمام. 2 نضربها بنفسها 6 مرات. هي كم؟ 2 6. 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 ضرب 2 16 ضرب 2 32 ضرب 2 64. معناته عندي طلعت الإكس 64. هذا أول حل. الإكس طلعت قيمتها كام؟ 64. هلا عندي تي تربيع زائد تي زائد 2. عندي أو هذا الحل الثاني راح يكون، ممكن ما يكون في حل ثاني. تي تربيع زائد تي زائد كم زائد 2. هلا الزائد تي طلعت مثل الزائد، بنزودها بس هيك. طيب زائد 2 شو بيساوي؟ الصفر. ممتاز. طيب احنا بنعرف قانون الدلتا بحل المعادلة من الدرجة الثانية. أي معادلة من الدرجة الثانية بحلها الدلتا. تمام. قانون الدلتا شو بيساوي؟ بي مربع ناقص 4 اي سي. تمام. طيب هون سي، عفوا خلينا نكتبها سي ظابطة. طيب خلونا نطبق. طبعا الاي وين والبي وين والسي وين؟ الاي امثال التي، والبي تي مربع. الاي امثال التربيع، والبي امثال التي، والسي هي العدد الثابت. ممتاز. خلونا نطبقها. دلتا تساوي، دلتا شو بتساوي؟ عندي بي مربع يعني 1 تربيع لما امثال 1 ناقص 4. الاي كم؟ كمان 1 امثال تي مربع. والبي عندي اياها 2. تمام. طيب يساوي، عندي هون 1 ناقص 4 ضرب 1 4 ضرب 2 8، صح؟ يساوي 1 ناقص 8 ناقص 7. والناقص 7 أكبر من الصفر ولا أصغر من الصفر؟ أكيد أصغر من الصفر. معناته المعادلة هي مستحيلة الحل. ضل عندي هذا الحل، والحل شو طلع معي؟ الإكس 64. هلا هون إذا بنحط 64 هون، بنحط بدال الإكس 64 راح تطلع عندي المعادلة صحيحة. تمام. سؤال أولمبياد،
اللي هو ام أس 9 زائد ام أس 6 يساوي 36. أوجد قيمة ام. كيف بدي أوجد قيمة ام؟ طيب أول شي بدي أنا أفرق الأس الأول والأس الثاني لإم أس 3. طيب الأولى بتصير ام أس 3 ضرب هون فيني فرق التسعة بتصير 3 أس 3. تمام هكذا. طيب القلم هون سائل. تمام. طيب زائد هلا الام هي كمان شو بتصير ام أس 3 أس 2. تمام. فرقنا الستة اللي هي 3 ضرب 2 والتسعة فرقناها كمان 3 ضرب 3 شو بيساوي 36. تمام. طيب أنا عندي الام فيني أفرضها أي متغير. أنا راح أفرضها هي تي. ام تكعيب شو بتساوي تي. تمام حلو. طيب ام تكعيب تساوي تي. بنعوض بصير عندي تي تكعيب زائد تي تربيع يساوي 36. حلو. حلو. طيب أنا راح أنقل 36 على الطرف الثاني بصير عندي تي تكعيب زائد تي تربيع ناقص 36 يساوي 0. أكيد لما يكون عندي معادلة تكعيبية لازم أستخدم القسمة الإقليدية أو أوجد العامل. أنا راح أوجد العامل لكن القسمة الإقليدية تجزئ هنا. تمام. بتصير تستخدمها في هذه المعادلة. طيب هلا راح نشوف شو هو العامل. تمام. شو هو العامل؟ راح جرب اللي يعدم هذه المعادلة. شو بنبلش من الصفر. أنا راح أجرب الصفر 1 2 3. تمام. فينا نجرب صفر وبعدها 1 بعدها ناقص 1 بعدها 2 بعدها ناقص 2. أنا راح أجرب من الصفر ل3. بنشوف القيمة اللي تعدم هذا المقدار باخد تي ناقص هالقيمة. هذا هو العامل. تمام. طيب راح نجرب جرب الصفر. صفر تكعيب. تمام. زائد صفر تربيع ناقص 36 بيساوي الصفر. طبعا بصير ناقص 36 تساوي الصفر. هذا مقبول مرفوض. تمام. طيب حلو مرفوض هذا الأمر. شو بساوي هون؟ بجرب الواحد. بنجرب الواحد. خلونا نجربه شفهيا. 1 تكعيب زائد 1 تربيع هون 1 هون 1 2 ناقص 36 ناقص 34 بتساوي صفر. لا مرفوض. طيب الاثنين بتمشي شفهيا. 2 تكعيب هي 8 وهي 2 تربيع هي 4. 4 زائد 8 هي 12 ناقص 36 ناقص 24 تساوي صفر. مرفوض. بنشوف 3 بنتحقق من الثلاثة. 3 تكعيب زائد 2 أو عفوا 3 تربيع ناقص 36 هل يساوي صفر أم لا؟ راح نشوف. 3 تكعيب هي 27 لأنه 3 ضرب 3 ضرب 3 كم يساوي 27. حلو. هاي 27 زائد خلينا نشوف 3 تربيع كم 9 ناقص 36 يساوي صفر. طيب 37 27 زائد 9 هي 36 ناقص 36 صفر. صفر تساوي صفر. معناته العامل هو تي ناقص القيمة اللي عدمت هي المعادلة. شو هو العامل؟ راح يكون تي ناقص 3. تمام. هذا هو العامل تي ناقص 3. طيب كيف أنا بدي استفيد من هذا العامل وكيف بدي استخدمه بهي المعادلة؟ تي تكعيب زائد تي تربيع ناقص 36 يساوي الصفر. خلونا نشوف. هلا عندي أنا تي تكعيب صح. تي تكعيب زائد تي تربيع ناقص 36 بتساوي الصفر. تمام. هذا اللي عندي. طيب
أنا كيف بدي أستخدم العامل؟ خلونا نشوف. هلأ التي هي فينا نكتبها 4 تي مربع ناقص 3 تي مربع اللي هي حاصلها تي مربع. تمام. طيب معناته عندي تي تكعيب ناقص 3 تي تربيع زائد 4 تي مربع ناقص 36 تساوي الصفر. حلو حلو. طيب ممتاز. طيب من هون شو فيني طالع؟ فيني طالع التي تربيع. تمام. فيني طالع التي تربيع عامل مشترك هي تي تربيع. شو بضل عندي؟ بضل عندي تي تكعيب على تي تربيع هي تي ناقص 3. شوفوا هلا طلع عندي العامل. ها حلو حلو. طلع عندي أنا العامل. ممتاز. طيب زائد 4 تي تربيع. هون راح أحط ناقص 12 تي وزائد 12 تي طبعا ناقص 36 تساوي الصفر. تمام. طيب شو فيني استخدم هون؟ طيب هي تي تربيع خليها مثل ما هي تي تربيع تي ناقص 3 هون زائد شو فيني طالع هون؟ فيني طالع الأربعة. صح. 4 تي من هدول. شو بصير عندي؟ بيضل عندي تي ناقص 3. شوفوا طلع العامل. ممتاز ممتاز. طيب زائد من هون كمان بدي أنا أطلع التي زائد ناقص 3. شو بيطلع عامل مشترك من هون؟ هون 12. تمام. طيب 12 شو بيضل عندي؟ تي ناقص 3 شو بيساوي؟ الصفر. ممتاز. طلع العامل بالأول وبالثاني وبالثالث. ممتاز ممتاز. طيب فيني أطلع التي هلا عامل مشترك. بصير عندي تي ناقص 3 وبضل عندي تي مربع ناقص 4 تي زائد 12 شو بيساوي؟ الصفر. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب هلا صارت عندي المعادلة كثير سهلة. إما تي ناقص 3 تساوي الصفر. هذا يؤدي إنه تي تساوي 3. صح. تي تساوي 3. بس هي قيمة التي. ها أنا التي شو فرضتها؟ هي ام تكعيب. صح. التي فرضتها أنا ام تكعيب. تمام. طيب راح نعوض هون. ام تكعيب يساوي 3. طيب الام شو بتساوي؟ الجذر التكعيبي للعدد 3. تمام. ناخذ الجذر التكعيبي للطرفين. هي أول قيمة. طيب وممكن ما تكون غير القيمة هي. راح نشوف المعادلة هي تي. خليكم معاي. تي تربيع ناقص 4 تي زائد 12 بتساوي الصفر. راح نشوفها بتجي على الدلتا ولا لا. راح نشوف. دلتا تساوي بي مربع. البي هون كم قيمتها؟ البي عندي اياها. كم قيمة البي عندي انا هون؟ هون ناقص 4 تربيع. كم قيمة البي مربع؟ صير 16. تمام. لأنه الدلتا هي بي مربع ناقص 4 اي سي. تمام. يلي ما بيعرفها هلا بكتب قانونها. طيب ناقص 4 ال A كم عندي اياها؟ ال A امثال التي مربع هي 1 والبي عندي والسي عفوا 12. تمام. طيب كم يساوي؟ عندي هون 4 ضرب 1 4 ضرب 12. 4 ضرب 12 48. تمام. 48 معناته صار عندي 16 وفي ناقص 48. تمام. طيب 48 16 ناقص 48 سالب ولا موجب؟ هو سالب. صح. سالب صفر. بس للتذكير انه دلتا تساوي ب مربع ناقص 4 اي سي. تمام. طلع سالب معناته هي مستحيل الحل. المعادلة هذه مستحيل الحل. معناته طلع عندي قيمة واحدة للام. شو هي؟ هي ام تساوي جذر التكعيبي ل3.
جربوا عوضوها بالمعادلة الرئيسية وتلاقوا الحل صحيح إن شاء الله. السلام عليكم. عندنا السؤال: عندي مثلث كبير في مثلثات، هذا مثلث وهذا مثلث وهذا مثلث وهذا مثلث. طيب السؤال هو أوجد مساحة، عفوا هذا ليس مثلث، لكن أوجد مساحة هذا الجزء. عفوا هذا مثلث وهذا مثلث وهذا مثلث، هذا ليس مثلث، لكن المطلوب عندي إيجاد مساحة هذا الشكل. تمام، عندي مثلث كبير، نعيد، اللي هو مثلث صغير، مثلث مثلث، هو أنا عندي شكل بدي أعرف مساحته. طبعا اللي راح يساعدنا في إيجاد المساحة، مساحة هذا الشكل، هي نظرية السلم. نظرية السلم قليل ما تستخدم في المدارس أو الجامعات، لكن راح نعتمد عليها في حل هذا التمرين. طيب هذا هو السؤال. عندي هذا المثلث الكبير، وعندي هذا المثلث الصغير، وعندي هذا المثلث والمثلث. أحسب مساحة هذا الشكل. الطلب: أحسب مساحة هذا الشكل. طيب احنا عندنا نظرية السلم شو بتقول؟ إنه واحد على المساحة الكلية، هي تي المساحة الكلية، زائد واحد على واي يساوي، وين واي؟ هي واي، تساوي واحد على إكس، هي إكس، زائد واي، هي واي، زائد واحد على واي، هذه واي مساحة هذا الجزء، زائد زد، زد مساحة هذا الجزء. تمام؟ طيب كيف بدي أنا استفيد منها في حل هذا التمرين؟ طيب بكل بساطة، طبعا التمرين لما أفهم أنا وأحفظ نظرية السلم بصير عندي مثل شربت المي. تمام، لكن إذا ما أعرف نظرية السلم يعني صعب أو شبه مستحيل إنه تحل هذا التمرين. تمام، نرجع نذكر فيها: واحد على المساحة الكلية زائد واحد على واي يساوي واحد على إكس زائد واي زائد واحد على واي زائد زد. تمام، يعني هلا هون عندي واي، هون إكس زائد واي، هون واي زائد زد. تمام. طيب نكتبها مثل ما أول شيء عندي المساحة الكلية هون كم، لأنه عندي بالنظرية بتقول إنه واحد، نظرية السلم تقول واحد على المساحة الكلية، واحد على المساحة الكلية، المساحة الكلية ما بعرف. طيب راح نرجع، المساحة الكلية راح نحسبها هون تي، تمام، تساوي عندي إكس زائد أربعة زائد عشرة زائد خمسة، كم يساوي؟ هي المساحة الكلية، ها، إكس، المجهول ما أجمعه مع الأعداد، المجهول ما أجمعه مع الأعداد، الأعداد لحال والمجاهيل لحال. هي أنا بشبهها لطلابي إنه مثل عندي أنا ليش ما بجمعهم؟ يعني عندي مثلا، ها، عندي مثلا 3 دجاجات وعندي بيضات. هلا راح نحط، أكيد راح يكون الدجاج له متغير مثلا إكس، تمام، 3، وعندي 3 بيضات واي، تمام. الإكس ما بتنجمع مع الواي، تمام. يعني بالمختصر المفيد عندي 3 دجاجات زائد 3 بيضات ما بيساوي 6 دجاجات، وما بيساوي 6 بيضات، الدجاج لحال والبيض لحال، فهون الإكس لحال والأعداد لحال. تمام، شو بصير عندي؟ إكس زائد كم؟ إكس زائد 19، لأنه 4 زائد 10 14 زائد 5 19. المساحة الكلية كم؟ المساحة الكلية إكس زائد 19. طيب أنا بدي أعرف الإكس، التمرين كله عشان إني أعرف الإكس.
شو بدي طبق؟ راح طبق نظرية السلم. تمام. 1 على t زائد 1 على y يساوي 1 على x زائد y زائد 1 على y زائد z. طيب نطبقها يا شاطرين. عندي 1 على، نكتبها هون، خلينا نكتبها ولا نعوض؟ خلينا نكتبها. 1 على t زائد 1 على y يساوي، القلم سايل فما عم تزبط معي يساوي. طيب 1 على x زائد y زائد 1 على، تمام، 1 على شو؟ 1 على y زائد z. تمام. تمام جدا. طيب هون 1 على التي كم قيمتها؟ x زائد 19 صح؟ زائد الواي كم قيمتها؟ 10. هي مكان الواي، هي مكان الاكس، هي مكان الزد. تمام. تمام. طيب عندي الواي قلنا 10. تمام. هي الواي 10 تساوي 1 على الإكس كم قيمتها؟ ما عندي الإكس، أنا ما عندي إكس. عندي قيمة للإكس شي؟ بلا. إكس هذه، أنا بقصد بالإكس هي وهذه. تمام. هذه نرجع عليها عشان توضح لكم. 1 على تي المساحة الكلية. تمام، المساحة الكلية. واحنا هون سميناها اكس، هو لازم نسميها غير التسمية مشان ما تشتبه عليكم، لكن هي واضحة. 1 على المساحة الكلية، عندي هون القيم، عندي 4 مكان الإكس، و10 مكان الواي، و5 مكان الزد، زائد الإكس، هذا الجزء اللي مو معلوم. تمام. طيب 1 على 1 على المساحة الكلية زائد 1 على واي وينه؟ 10 صح؟ هنا 1 على 10 يساوي 1 على إكس زائد واي. إكس زائد واي وينها؟ هي إكس زائد واي كم؟ 14. تمام. اللي بده الحل النهائي بيسرع الفيديو. 1 على 14، احنا بنحل على مهل. زائد عندي واي كم؟ واي عندي 10 وزد 5، معناته 1 على، تمام، 1 على كم؟ 10 زائد 5 15. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب هلا عندي راح اخلي هذا بطرف، المعلومة الطرف والمجاهيل بطرف. في حدا مش عنده مشكلة بهاي معلومة الطرف ومجاهيل للطرف؟ هلا 1 على اكس زائد 19 يساوي 1 على 14 زائد 1 على 15. زائد ولا ناقص؟ ناقص. 1 على 10. تمام. ناقص 1 على 10. تمام. طيب تمام. شو بنساوي هلا؟ هلا بدي أنا أطلع ناتج هذا المقدار. كم ناتجه هذا؟ هذا عليكم، راح استنى أنا شوي لبين ما تطلعوا. تعرفوا تطلعوا ولا لا؟ طيب راح نشوف. عندي 1 على x زائد 19، تمام، يساوي، فينا نوحد المقامات على 210. على 200 وكم؟ 210.
و10. شو بيضل عندي؟ بيضل عندي 8 على 210. 8 على كام؟ 210. عفوا 4 ولا 8؟ 8 صح. 8 على 210. طيب هذا الناتج انتوا بتساووا. فينا نوحد المقامات لكن عشان نختصر بيساوي كم؟ يساوي 4 على 105 صح. 4 على 105. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب شو راح نساوي هلا؟ هلا راح نحط 1 على إكس زائد 19 يساوي 4 على 105 صح. 4 على 105. ممتاز. 4 على 105. شو بدنا نساوي هلا؟ طبعا انت وقف الفيديو وكمل، واذا مكمل معي وبدك تكمل وتشوف الحل كمل. طيب هون راح نضرب الوسطين بالطرفين، بصير عندي 4 مضروبة بإكس زائد 19 تساوي كم؟ تساوي 105 صح. كم تساوي؟ 105. ممتاز. طيب 4 ضرب إكس 4 إكس زائد كم؟ بس نحط الورقة تمام. طيب 4 ضرب 19 هي 76 صح. 76 لأنه 19 38 38 76. طيب تساوي 105. ممتاز. تساوي كم؟ 105. طيب 4 إكس تساوي 105 صح ناقص 76 كم يساوي؟ طيب خليها هي 100. هون بضل 24 وعندي 5 29 صح. 4 إكس تساوي 29 تمام. طيب يعطي أو يؤدي إنه إكس تساوي كم؟ تساوي كم؟ تساوي الإكس 29 على 4 صح. 29 على كم؟ على 4. كم يساوي؟ 7.25. هاي قيمة الإكس 7.25. هاي 7.25 يعني 7 وربع. إذا هي كانت بالسنتيمتر هي بتكون بالسنتيمتر، إن كانت بالمتر بتكون بالمتر. تمام تمام. هي نظرية السلم. نظرية شو؟ السلم. برجع أعيدها لآخر مرة. عندي أنا إكس واي زد وعندي هذا الشكل، عندي المثلث الكبير. القانون بيقول أو النظرية بتقول واحد على المساحة الكلية زائد 1 على واي يعني المساحة اللي تحت يساوي 1 على إكس زائد واي مساحة الإكس، مساحة الشكل هذا هو إكس، مساحة الشكل هذا هو واي، زائد 1 على واي مساحة الشكل هذا زائد زد مساحة الشكل هذا. تمام. وهيك بنكون خلصنا هذا السؤال. سؤال حلو. بده حفظ للمبرهنة السلم، وبعدها بتكون الأمور بسيطة جدا وما بدها
أي شيء. سؤال الأولمبياد، عندي مثلث A B C، داخله في عندي كرة أو دائرة، في عندي دائرة، عندي مثلث داخله دائرة، بدي أنا أحسب مساحة الدائرة هاي. معلوم عندي ال A B 2، عندي ال A C ال B C 2. طيب كم مساحة هذه الدائرة؟ ما عندي معلوم غير إنه الدائرة تمس أضلاع المثلث، يعني هذا مماس عندي، هذا مماس وهذا مماس وهذا مماس، هذا المعلوم عندي. تمام. طيب كيف بدي أنا أحسب مساحة هذه الدائرة؟ بداية خلوني أحسب AC. كيف بدي أحسب AC؟ طيب AC بتنحسب على فيثاغورس، صح؟ عندي A C مربع طبعا تساوي، شو بتساوي؟ مربع الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين القائمتين، يعني A B تربيع زائد BC تربيع. تمام. طيب ال AC تربيع كم عندي إياها؟ ما عندي إياها، صح؟ نزلها مثل ما هي، AC تربيع، طبعا القلم سائل. طيب AB كم قيمتها؟ 2، صح؟ وفي تربيع بنحط التربيع. حلو. طيب زائد البي سي، كم قيمتها البي سي؟ 2، نحط 2. اللي بده الحل بيسرع الفيديو أو يقدمه لقدام ويشوف الحل. تمام. طيب احنا نشرح على مهل. طيب الآسي تربيع كمان لسه ما عندي إياها، تساوي، نحط هون آسي عادي، فينا ما نحطها لأنه احنا حاطين يساوي، الطرف هذا بيساوي الطرف هذا. طيب عندي 2 تربيع هي 4، صح؟ زائد 2 تربيع عندي إياها 4، وتساوي 4 زائد 4 8. طيب يؤدي الآسي تربيع هي 8، بس أنا بدي الآسي، كم قيمتها الآسي بتصير؟ الآسي نجذر الطرفين، شو جذر الثمانية؟ هي 2 جذر الاثنين. تمام. جذر الثمانية 2 جذر 2. حلو. هلا لقينا الآسي، معناته الآسي كاملة هي 2 جذر 2. تمام. حلو. ممتاز ممتاز، الآسي طلعت معانا 2. شو هسه أقدر أساوي؟ أنا بدي الهدف إني أحسب مساحة هذه الدائرة، هذا الهدف عندي. تمام. طيب أنا راح أرسم عمود على هذا المستقيم. تمام. على هذا المستقيم في نقطة التماس. تمام. وعمود على هذا المستقيم في نقطة التماس. طيب صار عندي 4 زوايا قائمة، هون زاوية قائمة، هون زاوية قائمة، هون زاوية قائمة، هون زاوية قائمة. طيب معناته هذا مربع، صح؟ طيب هذا هو R، صح؟ نصف القطر، وهذا R نصف القطر، متساويين. تمام. نعرف أنصاف الأقطار في الدائرة شو بتكون؟ متساوي. مظبوط، متساوي. حلو. شوف فيني أستفيد من هاي المعلومة. طيب هذا R كمان، صح؟ لأنه هذا بيساوي هذا، وR تساوي R، أو إنه هذا مربع فمن كل أطوال أضلاعه متساوي. طيب شو فيني يساوي هلا هذا الطول كم يساوي؟ هذا الطول كم يساوي؟ طبعا خلونا نحط هون حرف E وهنا D. تمام. طيب هون عندي شو، وخليني اخذ كمان نقطة هون عمود على نصف القطر. تمام. بنقطة التماس رسمها من نصف القطر، شو بالشكل هاي؟ بشكل زاوية قائمة، صح؟ زاوية قائمة. خلونا نسميها H. طيب أحب الأحرف إلي هو حرف ال H. طيب عندي هون بغض النظر عندي صار عندي مربع. تمام. هي أنا مالي دخل فيها.
عشان ما نختلط علينا. تمام. طيب هلا هي صارت كم؟ عندي كلها 2 صح، وعندي هون ار، معناته هي 2 ناقص ار، صح؟ ممتاز. وطيب هاي عندي كلها 2 معناته هاي كم؟ هذه كم؟ كمان 2 ناقص ار، كلها 2 نقص منها ار، صارت هاي 2 ناقص ار. ممتاز. طيب بما انه هذا مماس للدائرة وهذا مماس للدائرة، تمام، ويتلاقان في نقطة خارج الدائرة، شو بيكونوا؟ متساويين. طبعا أنا بدي حل مسائل الأولمبياد، الهندسة لازم تكون حافظ نظريات ومبرهنات ومعلومات بتخص المثلث والمربع والمستطيل، أشكال هندسية كاملة. طيب عندي هون 2 ناقص ار، معناته هذا كمان 2 ناقص ار، هذا الطول. تمام. حلو. طيب إذا هذا 2 ناقص ار، معناته هذا كمان 2 ناقص ار، صح؟ 2 ناقص ار، هذا الطول، هذا هو. تمام. طيب هلا أنا كل الحكي هذا بدي أنا أوجد مساحة الدائرة. بنرجع نكرر إنه أنا بدي أوجد مساحة الدائرة، تمام، المماسة لأضلع المثلث. طيب عندي هذا كله كم؟ هذا كله كم؟ كله كم حسبناه؟ هو 2 جذر 2، صح؟ خلوني اكتبها كتابة رموز بعدين اعوض. انا عندي ا سي شو بتساوي؟ شو سميناه؟ اتش، صح؟ هو ا او اي اتش زائد اتش سي، صح؟ ممتاز. طيب ا سي كم قيمتها؟ 2 جذر 2 يساوي ال اتش كم قيمتها؟ 2 ناقص ار. ممتاز. 2 ناقص ار زائد سي اتش كم قيمتها؟ او اتش سي نفس الشيء، هي الاحرف نقراها كيف ما بدنا. 2 ناقص ار. ممتاز. 2 ناقص ار. ممتاز ممتاز. طيب 2 جذر 2، مين بيعرف انا شو بدي ساوي؟ انا بعرف عندي مساحة الدائرة تساوي اس، تساوي، نرمز للمساحة باس، هي بي ار مربع، يعني انا عندي المجهول هو ار وانا عم حاول اوجد الار نصف القطر. تمام. حلو. تساوي 2 زائد 2 4 ناقص 2 ناقص ار وناقص ار ناقص 2 ار. طيب راح نقسم على 2 الاطراف، بيضل عندي جذر 2 وهون 2 ناقص ار. ممتاز 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 ممتاز. طيب أنا بدي الآر، آر تساوي، بنقل الآر بنقل جذر 2، بصير عندي 2 ناقص جذر 2. أكيد يعني راح تكون الاثنين قبل وبعدين جذر 2، حتى ما إذا ما عرفت أحول، لأنه أنا عندي الآر عدد موجب هو طول. تمام. طيب نجي على المساحة، أنا لقيت الآر، اس تساوي بي آر مربع. حلو. بي آر مربع. طيب عندي يساوي، عندي البي ثابت نعرفه، 2 ناقص جذر 2 هي الآر تربيع. ممتاز ممتاز. طيب عندنا سؤال الأولمبياد، هذا كثير سهل، لكن أنا شفته على اليوتيوب، شرحه أحد الأساتذة بطريقة مطولة جدا، أخذت معه تقريبا ما يقارب 10 دقائق، لكن هو بسطرين بينحل. طيب عندي أنا بده مني الطول والعرض ومعطيني القطر 4، قطر المستطيل، وعندي الزاوية بي، هي بي دي عندي 72. طيب إذا هي 90 وهي 72، هي كم بتكون؟ بنكملها على شو؟ على 180، صح؟ طيب 90
و72 162. تمام. 162. كم يضل على 180؟ عندي هي 162، بدي أنا أكملها على 180. عندي 8 أو 18 صح؟ 18 هون الزاوية هي 18. طيب عندي هلا فيني أحسب الآبي اللي هي نفسها البي سي. الآبي هي نفسها بي سي. طيب الآبي نفسها البي سي. عندي أنا باخذ ساين ولا كوساين؟ باخذ الساين. ساين الدي. ساين الدي تساوي ساين الدي هو المقابل اللي هو آ بي على شو؟ على الوتر اللي هو دي بي. صح؟ ممتاز. طيب ساين الدي يعني ساين 18. طبعا أنا الزاوية دي هي يعني بي دي تمام. فينا نحط أطرافها بس أنا خلاص زاوية دي هي. ماشي. طيب نتفق عليها اتفاق. طيب يساوي الآ بي كم قيمتها؟ ما عنديها موجود. آ بي هي اللي هي نفسها سي دي، لأنه كل ضلعين متقابلين في المستطيل بيكونوا متساويين. فإذا حسبنا الآ بي نفسها البي الدي سي. تمام. طيب البي دي كم قيمتها؟ 4. طيب معناته الآبي نضرب الوسطين بالطرفين. آبي يساوي 4 ضرب ساين كم؟ 18. تمام. طيب ساين 18 نحط له قوسين. طيب شو ضل عندي هلا؟ شو ضل عندي؟ عندي الآبي هي نفسها مين؟ الآبي نفسها دي سي. أنا بدي الدي سي. تمام. حسبت الدي سي. طيب كيف بدي أحسب أنا البي سي؟ البي سي. طيب إذا هي 90 كلها وراح منها 18 كم بضل؟ بضل 72. صح؟ ممتاز. طيب معناته أنا إذا هي عندي إياها باخذ المقابل الساين. صح؟ المقابل على الوتر. بس خليني شوي. عندي أنا ساين الدي يساوي، طبعا فيني أحط أنا أطراف الزاوية. هو الأصح بحط أنا ساين بي دي سي هيك. ساين بي دي سي وبحط الزاوية بالنص. بس أنا اختصار خلاص ساين الدي. اتفاق بيناتنا. ساين الدي أي زاوية؟ الزاوية هي الزاوية بي دي سي. تمام. طيب هي بتساوي المقابل على الوتر. المقابل على الوتر. طب أنا كيف عرفت إنه هذا مثلث قائم؟ أنا مو عندي مستطيل زواياه كلها قائمة، فعندي هنا هذا مثلث قائم وهذا مثلث قائم. طيب هي بس للملاحظة. عندي بي سي المقابل على الوتر. صح؟ المقابل على الوتر بي سي على بي دي. ممتاز. طيب ساين الدي يعني ساين 72. صح؟ ساين 72. طيب يساوي عندي البي سي كم قيمتها؟ البي سي أنا ما بعرف. أنا البي سي هو طالبها مني. تمام. بي سي على البي دي كم قيمتها؟ البي دي عندها 4. تمام. بيطلع عندي البي سي كم؟ عندي سؤال الأولمبياد. A ناقص B يساوي 8. A تكعيب ناقص B تكعيب يساوي 344. إذا بدك الحل سرع الفيديو لتشوفه، أو بدك تتابع معي تابع، لأنه راح نحل على مهل.
تمام. طيب أنا عندي A ناقص B يساوي 8، ما أقدر أستفيد منها أبدا، ما أقدر أستفيد منها أو أساوي فيها شيء إلا إذا بدي أنقل البي على الطرف الثاني. لكن أنا بدي استفيد من المعادلة الثانية كونه فيها تكعيب، وأنا عندي مطابقة تكعيبية بهذا الخصوص. طيب عندي أنا معلوم، عندي A مكعب ناقص B مكعب يساوي، هذا قانون أنا بعرفه، مطابقة تكعيبية، هي A ناقص B، باخدها نفس ما هي. بعدين مربع الأول زائد عكس الإشارة، إذا كان زائد، إذا كان هون ناقص راح تكون هون زائد. تمام. زائد، زائد شو؟ الأول في الثاني يعني A B، زائد مربع الثاني اللي هو B مربع. طيب أنا فيني أشتغل بهاي المعادلة أو بهذا الجزء أو بهذا القوس. تمام. طيب راح أكتبه على جنب أول شيء A مربع، وهي فكرة التمرين على فكرة، A B بطريقة الحل اللي راح أحل فيها بمربع. تمام. طيب شو فيني أساوي فيها؟ أنا فيني أكتب A مربع زائد، تمام، زائد شو؟ فيني أكتب 4. أنا بدي أستفيد من A مربع، خليني أكتب أول شي ال A وال B حد بعض. طيب A مربع زائد B مربع، هون راح أحط ناقص، تمام، 4 A B، تمام، زائد 3 A B. عفوا، هون راح أحط 2 ما بصير 4، لأنه أنا عندي ال A B وحدة، فهي 3 A B ناقص 2 A B. تمام. طيب عم نحل على مهلنا 3 A B، ممتاز. طيب هذا الجزء شو بذكركم؟ بالمطابقة A ناقص B تربيع، صح؟ زائد 3 A B، هذا الجزء عندي لهون. تمام. تمام. طيب هذا الجزء راح أعوضه بالمعادلة هي أو بجزءها، تمام، بدل جزءها. طيب عندي A مكعب، خلينا نكتب مع بعض، A مكعب ناقص B مكعب يساوي A ناقص B، والجزء الثاني راح أعوض هاد مكانه، يعني A ناقص B تربيع، تمام. طيب زائد 3 AB، تمام. طيب A مكعب ناقص B مكعب عندي إياها، معطيني إياها 344، ال AB عندي إياها 8، وهون ال A ناقص B عندي إياها 8 لكن في تربيع، نحط التربيع زائد 3 AB لهون. تمام. خلونا نركز. شو صار عندي؟ 344 يساوي 8 مضروب 8 تربيع زائد 3 AB. شو فيني يساوي هون؟ راح أنا أقسم على 8. طيب 344 تقسيم 8 كم؟ يساوي 43. 8 مع 8 راحت، شو ظل عندي؟ 8 تربيع زائد 3 AB. طيب احنا مو صدد الحسابات، فيني اختصر. هلا عندي 8 تربيع كم يساوي؟ 64. طيب 64 انقلها على الطرف الثاني كم يساوي؟ عندي 43 ناقص 64، صارت عندي هيك 3 AB. طيب عندي كم يساوي هون؟ كم يساوي؟ عندي 43 ناقص 64،
عندي 43 على 60 كم 37 7 كم يساوي؟ عندي 21 ناقص 21. حلو. عندي 43 ل64 هي 21. تمام. وفي عندي إشارة ناقص، أنا إشارة الكبير ونطرح. طيب، ناقص 21 تساوي كم؟ تساوي 3 AB. ممتاز ممتاز. نقسم على 3 بصير عندي AB تساوي كم؟ تساوي ناقص 7. حلو. حلو. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب، شو فيني ساوي؟ فينا نفكر. خليك متفكر لدقيقة ولا نحل؟ خلونا نحل. عندي هلا صارت عندي المعادلة هي والمعادلة الأولى. وين المعادلة الأولى؟ A ناقص B يساوي 8. ممتاز ممتاز. طيب، شو فيني هون نساوي؟ هون فيني نحط يؤدي A تساوي ناقص 7 على B. مظبوط. أنا قسمت الطرفين على B. طيب، ال A صارت عندي ناقص 7. طيب، راح أعوضها بالمعادلة الأولى. شو بتقول المعادلة الأولى؟ A عندي إياها ناقص 7 على B ناقص B شو بتساوي؟ 8. ممتاز 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 جدا. طيب، راح أقسم الأطراف على B مشان طير البي. يصير عندي 7. عندي هون هي إشارة ناقص، صح؟ هي إشارة ناقص، فصير عندي ناقص 7. ناقص 7 ناقص B مربع يساوي 8B، لأنه أنا قسمت أو ضربت الأطراف بشو؟ بB. طيب، الطرفين ما بصير أضرب طرف واحد. أنا لما بدي أضرب المعادلة بدي أضرب الطرفين. لما بدي أقسم على الطرفين. طيب، معناته عندي أنا B مربع، راح أنقل هذول على الطرف الثاني. صار عندي B مربع زائد 8B زائد 7 شو بيساوي؟ الصفر. طيب، هاي عندي اياها شو؟ بس لا شوي عشان اثبتها. عفوا. طيب، هون عندي تحليل مباشر. B هو المجهول، هون عندي B، وهون عندي يساوي الصفر. طبعا تحليل مباشر أنا شارحه بالقناة. عندي B، شو العددين اللي بدي أضربهم ببعض يطلع 7 وبجمعهم لازم يطلع 8. هون دائما الضرب، هون الجمع بالنسبة للتحليل المباشر. طيب، شو هن العددين نضربهم بعض بيطلع 7؟ ما في غير 1 ضرب 7، نجمعهم بيطلع 8. ممتاز، معناته هدول هني. تمام. ممتاز. طيب، إما بي زائد 1 شو بيساوي؟ الصفر. هذا يؤدي إنه بي كم يساوي؟ ناقص 1. أنا هلا عندي حلين، بدي أوجد ال A. إذا البي عندي إياها ناقص 1 راح أعوض بالمعادلة الأولى A ناقص B. بي عندي إياها ناقص 1 وفي ناقص بتصير زائد 1 شو بيساوي؟ 8. هذا يؤدي إنه ال A شو بتساوي؟ 7. معناته الحل الأول عندي ال A ناقص 1 وال B 7. تمام. أو عندي B زائد 7 يساوي الصفر. هذا يؤدي إنه ال B كم؟ ناقص 7. بنعوض نفس المعادلة، بيصير عندي A زائد 7 يساوي 8. هذا يؤدي إنه ال A شو بتساوي؟ 1. وهذا هو الحل الثاني. وهذا هو حل المعادلة أو المعادلتين أو مسألة أو سؤال الأولمبياد. A ناقص B يساوي 8 و A تكعيب ناقص B تكعيب يساوي
344.